أكلي من البيت. ليه بقى؟ طبيعي جدا وانت بتعمل الأكل ممكن إيدك وانت بتعمل بيها ديت بتبقى زي ما بتنقل بقى جراثيم وميكروبات اللي هو سواء بكتيريا ولا فطريات أو كده. كمان انت خلايا جسمك طول الوقت انت لما بتعمل كده اهو في خلايا بتقع منك، واخد بالك؟ غير بقى شعرك اللي بيقع، غير كذا غير كذا. فطبعا حتة ان حد يعمل لك الاكل لازم مش بس تبقى مهتم بنظافته ان هو بيغسل ايده قبل ما يعمل لك الاكل، لا كمان لازم يكون لابس لابس اللي هو كيس البلاستيك، الجلوفز البلاستيك، او لابس اللي هو اللاتكس، اي حاجة يعني. ليه؟ يعني احنا الحمد لله احنا قطعنا شوط كبير جدا في مصر في الفود سيفتي اندستري، سلامة الغذاء. كل المصانع اللي بتعمل مكملات، بتعمل أغذية، بتعمل أطعمة، بقت بتلتزم بالهايجين بروتوكولز يعني، وبقت مهتمية جدا بالسلامة بتاعة الأكل، إن حتى الموظف اللي بيشتغل بيعمل أكل لازم يحافظ على نفسه، على إيده، بيغسل إيده إزاي، بيلبس إيه، هيرنت، بيلبس ماسك، بيلبس كل الحاجات دي. الفكرة بقى في أكل الشارع إن مفيش عليه الحتة ديت. إحنا أكل الشارع عندنا رقابته كلها بتنتهي عند شهادة الصحة، اللي هو الدكتور بيشوفك انت كويس تمام. لكن حتة بقى البروتوكول بتاع النظافة وسلامة الأكل وسلامة إن أنت لما تغسل إيدك قبل ما تعمل الأكل، لما بتعمل الأكل لازم تكون لابس جوانتي. فيا جماعة ما ينفعش نروح ناكل من عند حد، يعني ناكل من الشارع ونبص نلاقي الراجل قاعد بيعمل لنا الأكل ويحطه بإيديه، أو بيعمل بإيديه، أو يدعك طبق الفول بإيديه. دايما معروفة أوي عربية الفول كده، وراح لامم لك طبق الفول كده. ما تنفعش يعني، بكل حال من الاحوال دي صحتك انت، وانت كواحد بتعمل اكل حرام عليك. الناس ديت ضميرك فين؟ الناس دي يعني ربنا يسألك عليهم. انت خد بالك، انت ممكن تكون ايدك فيها نقطة عرق، ممكن تكون فيها، تخيل لو كل يوم انت بتاكل ميكروبات وبكتيريا من بره. انت جسمك ده عباره عن في معده، المعده دي اللهم صل على النبي الحمض اللي فيها بيقتل كل حاجه. في ناس الحمض بتاعها مش في المستوى الطبيعي بتاعه فما بتقدرش تقتل كل حاجه. في ناس ما بيبقاش عندها اصلا بكتيريا نافعه، فما بتقدرش برضو تقاوم الميكروبات اللي داخله من بره. ما هو ربنا عامل لنا حائط كده اسمه البكتيريا النافعة، اللي بناكلها بقى، اللي خدناها ساعات لما كنا بنرضع لبن من أمهاتنا، اللي بناكلها مع الزبادي مع اللبن مع الحاجات دي، بكتيريا نافعة. البكتيريا ديت بتبقى واقفة زي حائط صد للميكروبات اللي داخل. طيب انت لو كل يوم بتاكل ميكروبات ضارة هيحصل